أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي كلام فضيلتكم عن علم الغيب وما يحدث في تأويل الرؤى والإخبار عما يكون في الغد، أثابكم الله. هذا سؤال مكاوي. هذا أمس كنا في حديث كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم موت إبراهيم، وكان من عادة العرب أنها لا تنكسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم، فبينا فيه أن ادعاء علم الغيب لا يجوز، وأن من حق الله الذي لا يجوز صرفه لأحد كائنا من كان علم الغيب، فليس أحد يعلم الغيب إلا الله، ولا يجوز لأحد أن يخبر عن أي شيء متعلق بالغيب، لأن هذا لله وحده إلا ما استثناه الشرع. ومن ذلك أنهم قالوا إنها كسفت من أجل موت إبراهيم، فأخبروا عن أمر غيبي، ولذلك لا يجوز الخوض فيهما. أما الرؤى أولا تأويل الرؤيا، لسنا نحن مع أنبياء إذا رأوا رؤيا جاءت مثل فلق الصبح. أنت أمام بشر ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويؤذيه الشيطان كما يؤذي غيره، يحتمل أن الرؤيا من الملك ويحتمل أنها من الشيطان، ولذلك لا يجوز القطع في تأويل الرؤى بحصول الأمر، لا يجوز القطع. ثانيا أن الرؤيا، ولذلك من دقة من يؤول الرؤى وسداد قوله أن يقول: إن صدقت رؤياك وصح تعبيري لها أو صدق تعبيري لها. هذا هو الورع. إن صدقت رؤياك يعني كانت رؤيا صادقة، وصح تعبيري لها أو صدق تعبيري لها، فحينئذ يكون مشترط، بشرط أن يكون من أهل التأويل. فإذا جاءت رؤيا عن شيء في المستقبل، تقول مثلا: هذه تبشر أن إن شاء الله أن زوجتك ستلد، تبشر. لا تستطيع أن تقول أنها ستلد في اليوم الفلاني أو في الساعة الفلانية، تحدد، إنما هي شيء مجمل، لأن المجمل هو المبشر. مبشرات، النبي صلى الله عليه وسلم قال مبشر، تبشر من تبشر بوقوع أمر. وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرؤى، وأولت الرؤى لأبي بكر وعمر وخلافة عمر، وأن عمر سيكون له شأن عظيم كما في الصحيح في الروضة، وإخبار أن أمر الإسلام سيمتد في عهده رضي الله عنه وارضاه. هذا أمر راجع إلى المستقبل. لكن الذي نتكلم عليه أن يأتي شخص ويذكر رؤيا فتجد من يعبر الرؤيا يجزم، أو تأتي الرؤيا على أمر معين مخصوص وهو من متعلقات الغيب، فتجد المؤول يخوض في هذا الأمر الغيبي، حتى أن بعضهم يحدد سنوات أو يحدد زمانا معينا ويجزم به، فلا يجوز. لكن يقول في الرؤيا ما يدل على كذا وكذا، لا أدري هل تقع، هل هي صادقة وتقع ويصح تعبيري لها أو لا. ولا شك أن الناس خاصة في هذه الأزمنة توسعوا في الرؤى وتأويل الرؤى، وقد سبق أن نبهنا غير مرة على بعض الأمور التي ينبغي أن تضبط بالضوابط الشرعية. أما إذا كان في علم الغيب فلا يجوز القطع بعلم الغيب لا في الرؤى ولا في غيرها إلا في حدود الشرع. أمر علم الغيب أمر عظيم لا يجوز لأحد أن يخوض فيه. يأتي الواحد ويقول له: والله يا فلان أنت سيكون لك شأن عظيم في المستقبل. حتى في الأخيار يعبث بهم الشيطان. من الذي يدرك شأن عظيم؟ ما يدرك أنه أجله قبل مغيب شمس يومه. أي شأن عظيم وأي مستقبل؟ أنت بنفسك ما تدري ما الذي يجري لك. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا حق لله من توحيد الألوهية، حق للإله وحده. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أي شخص يقول لك بعد دقيقة، بعد ثانية، بعد لحظة سيقع كذا وكذا، قل له: لا يجوز لك أن تتكلم عن شيء من الغيب.
دخل أحد العلماء الموفقين على خليفة فوجده مهموما مغموما، فسأل عن سبب ذلك، قالوا له إن المنجم والمرجم فلان قال له إنه سيعيش كذا ويموت. فقال يا أمير المؤمنين ادعو هذا المنجم، ادعوه. جاء قال له أنت الذي تزعم أن أمير المؤمنين سيموت بعد كذا؟ قال نعم. قالوا ما يدريك؟ قال هذا الذي وجدته. قال طيب أنت كم عمرك؟ متى ستموت؟ فحسب حسبته وقال سيموت بعد كذا وكذا. قال يا أمير المؤمنين اضرب عنقه حتى يظهر لك أنه صادق. فقتله من ساعته، لأنه ادعى علم الغيب يجوز قتله بإجماع العلماء، كافر مرتد. فلما ضرب عنقه ارتاح، لا بعد سنة ولا بعد يوم، صلى الله العافية. فهذه من الأراجيف التي يعبث بها شيء. حق لله لا يجوز لأحد أن يتكلم في شيء من علم الغيب، ولا يجوز فتح هذه القنوات التي تتكلم عن التنجيم والأبراج، لا يجوز لك أن تفتحها، ولا يجوز لك أن تتصفحها ولا تنظر فيها إلا في حالة واحدة، أن تكون من أهل العلم، من أجل أن تبين خطأها وخللها، وإذا بينت للعامة لا تبين بطريقة يفتنون به. وقد يبتلي الله الخلق فتجد الشياطين تسترق السمع بأمر ما وتقذفه في رؤيا لشخص وتشحذ همته وتشغل بها، ثم يأتي إلى شخص ويقذف في روع هذا الشخص، وقد يكون النجي فيؤولها المؤول فتصيب، ثم الرؤيا الثانية تصيب، ثم الرؤيا امتحان من الله، فيفتن الناس بهذا المعبر، ويفتن الناس بهذا الذي يرى، حتى أن البعض يقول والله أختي ما ترى شيء إلا وقع ما شاء الله، يقول لا جاء مثل فلق الصبح. هذا قد يعبث الشيطان، ولذلك لا يخيف الإنسان ولا يهوله مسألة أنه في بعض الأحيان تقع الأشياء التي يقولها المنجمون، هذا استدراج من الله. أما الحقيقة فتجدها في كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام وهدي السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان، أن علم الغيب لله وحده لا شريك له. وتأويل الرؤى إذا كان بالضوابط الشرعية، أولا أن يكون الشخص عنده أهلية بأن شهد له أهل الخبرة بأنه أهل لتفسير الرؤى، ولا يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن الشيطان إذا يئس من باب الشر جاء للعبد من باب الخير. بعض الأخيار يأتي، وجاءني شخص وقال لي يا شيخ والله جاءني واحد وأخبرني بكذا وكذا، وأنا فتح الله علي في تأويل الرؤى. قلت اصبر يا أخي، تقول فتح الله، تشهد على ربك أنه فتح عليك، من أين اطلعت هذا علم الغيب؟ هذا من أين وجدته؟ عبث من الشيطان. قد يصيب مرة مرتين، وقد يقذف في قلبه، وقد يكون من استدراج الشيطان له يقذف في قلبه يصيب في تأويل رؤيتين أو ثلاث، ثم ينفتح في تأويل الرؤى وهو لم يأخذ ذلك عن أهل العلم به، ولم يشهد له أهل العلم به أنه أهل لذلك، فيخرج إلى الناس لابس ثوبي زور والعياذ بالله، متشبعا بما لم يعطى، غاشا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيقف بين يدي الله يسأل عن كل ما قاله في تأويل الرؤى. تأويل الرؤى لا يجوز إلا من شخص، لأن قال بعض العلماء عظم أمر تأويل الرؤى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فقالوا الخوض في هذا كالخوض في الشرع، أن أمر يحتاج إلى من عنده بصيرة وعلم. مسألة فتح الله علي والكذب على الله وإشعار من يسمع إليه أنه ذاك الرجل، هذا كله لا يجوز. ويجوز أيضا بعض الإخوة يأتي إلى شخص ويذكر له رؤيا فيفسرها لا، ثم ينطلق إلى إخوانه ويقول لهم فلان ما شاء الله يؤول الرؤى، فلان ما شاء الله تبارك الله جيد في الرؤى. هذه تزكية. احذر من اللسان، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. لا تزكي أحدا، لا تغش الأمة، لا تقل فلان يعرف الرؤى، ولا تزكي أحدا بشيء ما لم يشهد أهل العلم بذلك الشيء أنه أهل وأنه يصيب فيه. فهذا إذا كان الشخص يأتي ويؤول الرؤى ويسند أنه سيقع وهو ما عنده علم، فعنده مصيبتان: بإسناد أمر إلى الغيب أنه يقع، وثانيا أنه خاض فيما لا علم له، فغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغش عامتهم. فلا يجوز لأحد أن يخوض في مثل هذه الأمور إلا عن علم ودراية.
أو شهادة من أهل الخبرة بأنه أهل لذلك. وأما مسائل التأويل فلا يجوز القطع بتأويل شيء، نقول إن صدقت رؤياك وصح تعبيرها فكذا وكذا. في بعض الأحيان يكون من الواجب على المعبر أن ينكف ويسكت عن الخوض في تأويل الرؤى، هذا من النصيحة، بحيث يعلم أنه لو قال للشخص تأويلها أن الشخص سيفتن، ومن هنا يمتنع من تأويلها لمصلحة أو درء مفسدة، تحصيلا لمصلحة أعظم أو درء لمفسدة أعظم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته أن يعصمنا من الزلل. الحذر، كل الحذر من أي شيء ينسب للغيب، واعلم أن الخلق هؤلاء كلهم لا يحيطون بشيء من علم الله، وذلك أعظم آية في القرآن آية الكرسي، اقرأها تجد أكثرها في علم الغيب وأنه لله وحده، ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. لا يحيطون، حتى إن الشخص يقول والله العلم الحديث وصل إلى كذا، العلم الحديث وصل إلى كذا، والله إن كذا الذي يذكرونه لو جمعت علوما ما يأتي ذرة الذرة من معشار الذرة من علم الله جل جلاله. لا يحيطون، يأتون إلى ظاهر الشيء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا ينبئك مثل خبير. العلم علم الله، وهو صفته سبحانه وتعالى، الصفة التامة الكاملة، فينبغي للمسلم أن ينضبط بهذه الضوابط الشرعية. وعلى الأئمة والخطباء خاصة عند انتشار هذا الشر العظيم من الخوض في علم الغيب أن يحذروا الناس، وأن يبينوا لهم حكم الله في مثل هذه الأمور، وأن يتأدبوا بآداب الشرع، وأن يبينوا لهم أن الخوض في مثل هذه الأمور فيه وعيد شديد في الشرع. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نسأل الله السلامة والعافية. لا يمكن الذي أنزل على محمد لا يعلم الغيب إلا الله، وهو يقول لا هذا يعلم الغيب، كفر بما أنزل على محمد. يذهب ويبحث عن الجرائد والصحف التي فيها الطالع وفيها النجم، ثم يقول أنه مسلم ويقول أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب ربه وسنة نبي عليه الصلاة والسلام يبينان أن هؤلاء ليس عندهم من شيء، وهو يذهب ويبحث عندهم. لا قليل من الأمر ولا كثير، ولا ينبئك مثل الخبير البصير. اللهم ارزقنا حفظ حقك، اللهم ارزقنا حفظ حقك على الوجه الذي يرضيك، ونسأل الله أن يهدي ضال الأمة، والله تعالى أعلم.